المشكل ديالنا منيتي هو السبب ديالنا هو الافراغ في سيدي مؤمن. هاد السيد راجلي بات ولادي اللي والده معاه 9 الاولاد، كان ساكن 60 سنه هو في سيدي مؤمن، عنده الوراق ديالو والدليل ديالو المباح. وناضوا بنتي شي وحدين داروا لي تهمه ثقيله، معاهم شي واسطات واقفين معاهم مزعمينهم علينا، قالوا ليهم غادي هاد السيده نديروا لها تهمه باش نحيدوها، راها فيها فائده الشك مع انها راه سياسيه. ولا سياسيه ولا واش انا طلبت منك شي حاجه؟ ضمنتكم شي حاجه؟ بنتي قلت لي ما نضمنتكم شي حاجه؟ واش انا يعني وكاله؟ انا مرا عاديه ما قارياش، ما قاريه، عاد دخلت عام التحضير والثاني والثالث في الحي محمدي. انا بنت الحي محمدي بنت درمولي شريف، انا ما عندي حتى علاقه، لا ماني صحاب التضامن ولا النيابه، والعائله ديالي ما كاتباش لهم النيابه، ما كاتباش لهم الوكاله، فهمتي؟ وهاد الناس ناضوا كيتكلموا عليا، عائلتي ناضوا كيتكلموا عليا، ماشي ما كيتكلموش، كيتكلموا عليا العائله، ناضوا شدوا فيهم. هذا اللي جا قال لنا ولد باكم ما كنعرفوش، ما كاينش في الحاله المدنيه، وداروه في عده الموتى والورثه. شكون شرط على هاد الناس باش يديروه في عده الموتى والورثه؟ وفاهمين يا بنت الناس، الله يحفظك. انا يا قالك شاد معايا الضد، قلت له انا شاد معاك الضد، انت استفتي على ظهري وانا كتب لي باش غادي نسكن ونستافد في سميتو في الهرويين، وانت شديتي معايا الضد. ما كنعرفكش، انا ما معترفاش بيك، ما علينا من هذا الشيء. كل شيء راه لقاوه وما ربحتوا في هذا الشيء ولقاوه. دابا اللي غادي نتابعوها، غادي نتابعوا هذاك السيد اللي هو عارضني، مشى لدارنا قال لهم راه هنا كاين شي ناس وسيطه قالوا لكم ديروا جميله ميته، راه حنا حصلنا. قال لهم صافي القضيه حصلت، خاص جميله تموت هي وولادها. شوفي شحال غادي يموتوا، 8 الاولاد غادي يموتوا خطره وحده باش نديروا حنا الخطر للناس للسيد. انا ما كايناش نط يا با، والعائله ديالنا في الحي محمدي هزوتو الزرافط لحقتوا عليه لسيدي مؤمن، قال لي حنا نموتوا علاش درتي بنتي تهمه ثقيله وتهمتيها بالروح وتهمتيها بشهاده الوفاه. دابا انت اللي كتلعب في هذه الطريقه هذه ديال شهاده الوفاه. المهم هذا الشيء كله لا شافنيتي انا غادي نقول لك ديريكت اثارات تاريخيه. قال لي تبيعوا الشري معنا فيها في الغش، قلت لهم لا يمكن انا نبيع شي ارض ولا نلحق شي ارض، ما بغيتيش ديري مدار جارك ولا حولي باب دارك. كاينين الناس بنتي المشكل ديالك سبب الاعاقه ديالك الكسيده، تبارك الله كتصحيح. انايا حياتي كلها في المعامل ديال الدار البيضاء، كلها في الخياطه في الزرابي، حياتي مشرفه ومكرمه ومعززه. وبا تبارك الله تيمولات الخير يعني كلباسا عليه، ماشي غني، عنده ديور في درب غلب، عنده الدار في الحي الحسني، عنده. انا بغيت دابا هاد الدار اللي كاينه هنا نقول لهم خرجوا من الدار، خذوا لي الدار غنسكن فيها، الدار ديال با طنطي، فيلا كاينه في سبيت ديال با. دابا المهم انا ما باغاش نبيع، وهما ناضوا قالوا لي غنبيعوا، قلت لهم والله ما غنبيع، انا غنسكن في دار با، الفيلا ديال با نسكن فيها. تبارك الله الخير والبركه. ناض هاد الناس شدوا معايا الضد، سميتو هذاك المحامي، قلت لك اختي، قال لي المحامي عطيتو الورق بيدي، الملف ديالي في عين السبع ماشي بعيد ولا، عطيناه الملف انا وراجلي، قال لي بغا توقف، قال لي صافي انا غنصاوب لك كل شيء. جينا لقيناه ما كيخدمش، ما عنده لا دفوعات ولا والو ولا حتى حاجه ما كاينه. اللي كنجيو نسولوا الهيئه كيقول لك اودي الهيئه راه مع هذا السيد راه ما خدامش معاك، راه ما عندوش الدفاع. هذا الشيء راه سنين هذه ماشي دابا. ملي وقعت لي كسيده لاله في 2003 في 2004 دخلت، وانا 2005 و6 و7 تحكم الحكم لمن الفايزه احمد اللي ميته. نطلب عامل صاحب الجلاله والسلطات وعملت عين السبع الحي محمدي والعامل السلطات كلها اداريه ديال الحي محمدي، فهمتيني اختي، بلا ما نسميهم على 36. انا دابا ساكنه على حساب 36 و 31 31 و 35 و 32 و 33 كان ملاحقين بها، و 33 سميتو اثار التاريخيه هي اللي كاينه لداخل على شاطئ البحر. المهم هذيك هي اللي عارفه كلشي شنو كاين، وهذيك 30 اللي في سيدي مؤمن فين وقعت لينا الكسيده راه عارفين. ها دابا شحال وانت مش باقي؟ 20 سنه ما شفت والو. يعني ما خديتي الحق؟ انا ملي مشيت تما للسبيطار قال لي انت ميته. راه دخل واحد السيد هذاك اللي قلت لك قبيله، كان اللي قلتي هذاك ما قلت لك راه ماشي خويا، دخل قال لهم ماشي هذه راه ماشي اختي، وانا راه انا غنسيني عليها بان غتخرج راه ميته هذه.
هذه كتنصب على هذا الملف. يعني باش ما تاخذي حقك لا والو. هانشي عارضني كمعارض، ودابا انا مثلا نحيدوا هذاك ونديروا السيد اللي درنا فيه ثقه تامه وداخل الهيئه وداخل المحكمه امام الله وشاد الامانه ديال الله تبارك وتعالى. ها بغينا هاد الناس باش يشوفوا هاد الحالات وباش يشوفوا هاد المشاكل، ماشي ماتشات، ماشي كره يلعبوا بينا من هوك لهوك لهوك. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى باش يشوفوا الناس ويقدروا الموقف ديالنا. انا كنطلب من الناس باش يشوفوا في هذا الملف والبحث والتحقيق. السلطات العليا والناس اللجان مشتركه فيها درك، فيها السيمي، فيها سميتو، فيها الامن، فيها كل السلطات. الناس اللي كيخافوا من الله كلهم يشوفوا في هذا الملف والبث في هذا الملف كل البحث والتحقيق، باش هذا السيد اللي جاب لك الشهاده ديال الوفاه غادي تاخذ استنطاق ديالو، غادي تاخذ الصوره ديالو. انت ماشي بارك في كوري، راه عندك مكتب، راه كدوز المحكمه، انت ديما في محكمه تجاريه. ها هاد الناس كتاخذهم بالانصاف، ها بالفحوص التقنيه، كاينه شي بالمعايير. كل الملفات كلها دوز المعايير، خاصنا على المعايير الهند هي اللي خاصنا، فهمتيني بنتي؟ معايير، كل معايير الهند هي اللي خاصنا لهاد الملفات كلهم اللي كيدوزوا الانسان يعني كبريء ويصبح اليوم شبهات ما بين المواطنين. الكلمه الاخيره لنا. الكلمه الاخيره كنشكر الناس السلطات العليا كصحفاء كممثلين، على راسهم محمد السادس صاحب الجلاله، وكنشكركم والسلام عليكم.